رجعت لكم فيديو عن مصارع عراقي اللي هو كسب اندريزا جاينت ولاعب هوجن وخد بطولة الدبليو دبليو اف، وكل ده هو من العراق عادي في وقت كانت اصلا في صراع بين العرب وامريكا. وكمان الراجل ده كان صاحب صدام حسين في ثانوية عامة جدا، وكان يعرفه شخصيا. تعالى له قصة عدنان القيس. عامل لكم صاحب على ايفون، عايز تكسب وصل الفيديو 20 لايك وسيب كومنت، اختار واحد من الكومنتات وقول لي فيديو جاي عايزين عن مين. وتعالوا بقى اقول لكم التفاصيل بتقول ايه. وكان بطل سوبر هيرو بجد في العراق يعني. تعالى لكم قصته ايه، وهو على فكرة مات قريب من 2023 مش من بعيد يعني. الراجل ده بجد اللي هو هَز عرش بغداد زي ما بيقولوا. أنا مش هاكلمكم عن مصارع بقى ولا حد، يعني هو ظاهرة بجد فاهمين، وهزّت العراق والوطن العربي كله. في السبعينات كان في بني آدم كده واحد بيخلّي نُص الشعب يقعد قدام التلفزيون كله، والنُص التاني بيحاول يخش الاستاد عشان يشوف هو بيصارع. وده كان بجد على فكرة، كان يعني نجاحه جماهيري جدًا يعني. عدنان القيس ده بدأ إزاي؟ هو اتولد في بغداد وتحديدًا في منطقة اسمها الأعظمية، ومن وهو صغير كان بيحب الرياضة أوي. بس التحول بجد لمّا راح أمريكا في الخمسينات. كان عنده scholarship أو منحة دراسية يعني، وكان رايح يلعب منحة يعني خلّينا نقول، عشان رايح يلعب كرة قدم أمريكية ومصارعة هِوام. وبدأ يتحول بقى للمحترفين إزاي. هو ما كانش بس ضخم، ده كان عنده كاريزما بجد، ودخل عالم المصارعة من الحتة دي. ممكن هو العربي الوحيد اللي شال حزام الWWF ومع واحد اسمه شيف جاي سترونج بو سنة 72. وطبعًا أنتم عارفين الأجانب عندهم عنصرية شوية ناحية العرب، فكانوا مش متقبلينه كواحد عربي. فكان بيعمل إيه، كان بيظهر بشخصية اسمها بيلي وايت وولف اللي هو هندي أحمر يعني، وعشان الجمهور الأمريكي يتقبّله. بس كان عنده دايمًا تكنيك إن هو بيتميّز بقوة بدنية رهيبة، وبسرعة بديهة على المايك، وكان بيعرف يبيع الحركة اللي بيستخدمها يعني فاهمين، الselling والفرش اللي بيعملها للحركة قبل ما يعمل suplex مثلًا أو الfinish أو كده. كان بيبيع مع الجمهور أوي كرَد فعل يعني. بعد كده رجع بغداد، كانت وقتها بغداد تحت السيطرة يعني، في السبعينات. قال لك أنا هارجع العراق، وهنا بدأت الأسطورة بجد. كان الشعب وقتها عايز بطل قومي كده أو حد يقعدوا يشجعوه كلّهم ويجمعوا عليه، وهو كان الهدية دي فعلًا. لعب ماتشات أسطورية هناك في ملعب اسمه ملعب الشعب، وكان فيه 50,000 متفرج. والناس من كتر ما هُم بيحبوه على فكرة، الحكومات كانت بتمنع بس أي حاجة على التلفزيون إلا عدنان القيس. وطلعت إشاعات بقى وقتها إيه، بيقول لك ده عدنان قتل مصارع أجنبي بحركة بfinish. فعدنان لمّا عرف الموضوع ده قال لك عادي، مش هاقول لهم إن أنا قتلت حد ولا بتاع، إن أنا ما قتلتوش يعني، وخلّيهم كده يزودوني هيبة أكتر وبتاع. وكان ليه علاقة مع السُلطة، إن هو كان أصلًا صاحب صدام حسين جدًا، وده اللي خلّى الدولة كلّها تسيب كل إمكانياتها لعدنان ده والعروض بتاعته. من أغرب المعلومات شوية إن هو كان زميل صدام في الدراسة في ثانوي، وده بيفسّر هو ليه علاقته بيه قوية أوي كده. لحد ما حصل خلافات سياسية معاه ومع البلد وكده، وخاف إن هو علاقته تتوتر بالعراق، فرجع أمريكا تاني في الWWF، ودي أهم مرحلة في حياته. إحنا قُلنا زمان كان داخل بشخصية هندي أحمر اللي هو النايت وولف والحاجات دي. المرة دي هو راجع باسمه عدنان بجد، وكان عامل new look كده، وقال لك أنا زمان كنت محبوب، فدلوقتي الشخصية الشريرة عمرها الافتراضي أكتر، فأنا أبقى شرير. في وقتها كانت التوترات بين أمريكا والشرق الأوسط كتير أوي. فعدنان قال لك أنا إيه، هالبس الكوفية والعقال، ودخل الحلبة كمدير أعمال ومصارع شرير. اتحالف مع واحد اسمه سيرجن سلوتر. سيرجن سلوتر ده اللي هو الأصلع أبو شنب، مصارع كان من زمان أوي يعني. وكان في السيناريو بيقول لك إن السيرجنت ده خان أمريكا وانضم لعدنان. والماتش وصل للقمة بتاعته في سامر سلام 91 لمّا لعبوا هوجن وألتيميت واريور. أنتم متخيلين؟ عدنان قال لك أنا لو بقيت شرير هاعمل فلوس أكتر وهاثبت إن أنا موهوب أكتر. هاكلمكم تفاصيل عن العداوة، بس أكمل لكم بقية حياة عدنان. بعد كده في 2023 عدنان مات وساب إرث كبير وراه، امتد أكتر من 60 سنة في الحلبات. تعالوا بقى أقول لكم 10 عداوات ليه، لأن الراجل ده بجد تاريخ وعمل إنجاز ما حدش عمله يعني. العداوة بتاعة هوجن وألتيميت واريور، التحالف كان فيه 3 عرب المفروض، سيرجن سلوتر خان أمريكا في السيناريو، وجنرال مصطفى اللي هو أيرون شيخ. بس أيرون شيخ ده أصلًا مصارع إيراني، وسيرجن سلوتر ده مصارع مش عربي، بس هو كان داخلين في السيناريو إنهم عرب يعني. والعداوة بقى وصلت لسامر سلام، كان ماتشين 3 ضد 2، وكان عدنان هو العقل المدبر ورا الفريق ده يعني، واللي خلاهم يلعبوا أهم نجمين في المصارعة. كمان ليه عداوة مع إيان كامبل، ودي عداوة مشهورة جدًا في العراق. والسيناريو طلّع كامبل إنه المصارع الأجنبي المتغطرس اللي بيتحدى العرب وعنده xenophobia والحاجات دي. وكان الماتش الشهير إن هم لعبوا في ملعب الشعب ده في العراق سنة 1970، والجمهور كان على أعصابه خالص وبتاع. وبدأ عدنان يستخدم الfinish عشان يخلّص على الواحد العنصري ده. كمان ليه عداوة مع بوب روبر. بوب روبر ده كان واحد من الخصوم الدايمين ليه في بغداد،
والعداوة دي كانت دايمًا بتبين الجانب التقني لعدنان، إن هو فعلًا يقدر يصارع وعنده حركات كتير وكده. وكمان اشتبك مع أندريزا جاينت، أندريزا جاينت المصارع أكيد اللي كلنا عارفينه. ورغم إن كان فرق الحجم بينهم كبير شوية، فعدنان كان بيستغل ذكائه وشخصيته إن هو يربك أندريا، وده اللي خلّاه على فكرة مدير أعمال شاطر بعد كده. كان بيعرف إزاي يسرق الأضواء من المصارعين حتى لو كان ضخم، بمجرد إن هو يتكلم على المايك. هاقول لكم بقى شوية معلومات عنه وركزوا معايا كده. على فكرة يا جماعة عدنان ده الوحيد اللي لعب أندريزا جاينت وهوجن مع بعض. عدنان المصارعين قليلين أوي اللي وقفوا قدام أساطير من أجيال مختلفة في الخمسينات، من أول لوسيز في الخمسينات لحد هوجن في التسعينات. ومش بس كده، ده كسب هوجن كمان، أنتم متخيلين ثبّته، رغم إن هوجن ده يعني ما كانش بيخسر كده أبدًا، يعني Ultimate Warrior بس اللي كان ثبّته زمان، وقعد فترة على ما رجع يخسر تاني. وكمان كان مرّة طلع عليه إشاعة إن هو موّت واحد في الحلبة في السبعينات. بدأ الجمهور في العراق يقول لك يا جماعة عدنان قتل مصارع وادّى له finish صعب وبتاع ومات منه. فعدنان قال لك على فكرة مش هاكذّب ده وأخلّي الناس إيه، تزوّدني هيبة أكتر والمنافسين يقلقوا منّي. وهو طبعًا أول مصارع عربي ياخد بطولة الWWF. وكمان هو أول واحد ياخد بطولة الفرق اللي هي World Tag Team Championship. متخيلين يا جماعة إحنا بنتكلم على مصارع عربي مننا فينا كده، وخد بطولة أهم بطولة في الشركة أصلًا، متخيلين إزاي؟ يعني دي زي بطولة درو ماكنتاير دلوقتي. كمان عدنان اللي خلّاه يسيب العراق زمان كان إيه، كان هو علاقته قوية بالسلطة وكده وصاحب صدام. بس هو قال لك أنا هاهرب من العراق فجأة في آخر السبعينات، عشان في مضايقات سياسية وحاجات كده، وخايف البلد حالها يبوظ وياخدوني في الرجلين يعني. وساب كل ثروته وكل حاجة هناك وبدأ من الصفر في أمريكا. وزي ما قُلت لكم الثلاثي بتاع مثلث العراق ده، ما كانش في عراقي عِدِل عراقي حقيقي، يعني هو كان مثلًا هوجن The Ultimate Warrior ضد 3 عراقيين المفروض، لكن الحقيقة إن عدنان الوحيد هو اللي كان عراقي. سيرجن سلوتر ده أمريكي أصلًا، والجنرال مصطفى كان أيرون شيخ ده إيراني. كمان عدنان multi talented زي ما بيقولوا كده، يعني كان قبل ما يحترف المصارعة كان بطل في ألعاب القوة، الجمباز، American football، المصارعة الرومانية، حتى الملاكمة. وده اللي خلّاه بجسم مثالي وتحسّوه هيبة جِتة كده يعني. عدنان ألِّف كتاب عن حياته، سيرة ذاتية، اسمه ذا شيخ اوف بغداد، وحكى فيه تفاصيل مرعبة عن إزاي المصارعة كانت وسيلة تسيطر على السياسة بعض الأوقات. وده على فكرة في يوتيوبرز عاملين فيديو ده، بيقول لك إزاي المصارعة بتتحكم في العالم كله، حاطين صورة ترامب وكده. أنا ما شُفتش الفيديو بصراحة، بس أنا متأكد إن الناس دي مقدّمة حاجة حلوة يعني، لإن فعلًا مصارعة سياسية. أنت بتتكلم إن آخر ماتش جون سينا ترامب كان هيحضره، أنتم متخيلين؟ وأعتقد زوجة ترامب حضرته، فرئيس أمريكا أنت متخيل سايبين كل حاجة عشان تتفرج على ماتش مصارعة. هو لمّا لعب هوجن في WrestleMania ده والّا في SummerSlam هو خسر الماتش ده كان 3-2. وده طبيعي، أنت عندك أهم نجمين في الشركة Ultimate Warrior وهوجن أكيد مش هيخسروا. بس هو كان في بيتقال دايمًا في العراق إن هو كسب هوجن أصلًا، في صور وفيديوهات وكده، بس بيتقال لك إن الفيديوهات دي يعني footages معيّنة ومش حاجات رسمية. إنما الإنجاز في الحقيقي اللي عمله إن هو كسب أندريزا جاينت. أندريزا جاينت ده يا جماعة كان هوجن بيعاني عشان يكسبه أصلًا. اللي حصل إن عدنان كان بيلاعب أندريزا جاينت في ملعب الشعب في بغداد 1971. ودي الماتش اللي حصل تحت رعاية رسمية وحضرها جمهور كبير جدًا. ودي من أهم لحظات مسيرة عدنان. وبين الشخصيات اللي عملها اللي هو الهندي الأحمر بيلي وايت والشيخ عدنان والجنرال عدنان. مات عدنان وهو عنده 84 سنة في سنة 23، وساب لنا إرث كبير بصراحة. واللي باستغرب إن في ناس عراقيين نفسهم يعني بيعرفوه بالعافية أو كده. بس هو دايمًا الصُدف بتولد مصارعين كتير. يعني مثلًا أندريس جاينت بدأ إزاي، كان في بار عادي كان واقف طويل كده زي حارس والّا بتاع. لاكمان شافه وقال لك أنا عامل شركة، كان لسه بادئ يبدأ خالص يعني. قال له تعالَ معايا هاخدك أعيّنك وتشتغل مصارع وأدرّبك وبتاع، وبقى أندريس جاينت اللي هو أصلًا معمول جوايز باسمه دلوقتي. وعلى فكرة لمّا أندريس جاينت ده مات وهو 28 سنة، ماكمان عيّط. هو كان مات أظن بسبب الأمراض اللي كانت عنده بسبب الحجم بتاعه، بس ماكمان كان اتأثّر جدًا يعني. واحد زي عدنان أهو، هو بدأ المصارعة كان بيلعب American football أصلًا ورايح منها لحاجة تانية، واستعرضت لحتّة تانية. فدايمًا الواحد بيسعى ورا حاجة هو بيعملها. أنا ما باقلبش تنمية بشرية ولا حاجة، بس يعني أنت لو ماشي على الtrack صح، هتلاقي السِكَك بتوصّل لسِكَك تانية، هتأدي لنتيجة حلوة. الفيديو ده لو مونتاجه وِحِش بس شوية، هو أصلًا الراجل ده ما فيش واحد على اليوتيوب عمل عنه فيديو، تمام. والصور المتاخدة منه نادرة أوي وكلّها مبكسلة وكده، فده مش بإيدي، أنتم عارفين الجودة اللي أنا باقدّمها على طول. بس هو الفيديو ده تجميعات من حاجات كتير كده اتمزج يعني في الآخر. أشوفكم في حلقة جديدة. لو عايزين فيديو تاني عن مصارع عربي قولوا لي. كنت عملت منصور وعدنان أهو، لسه بتاع 4، 5 كمان، ممكن أيرون شيخ مثلًا. وقولوا لي عايزين الفيديو الجاي عن مين عمومًا، ونوع الفيديو إيه، قصة مصارع، أغرب حاجات عملها مصارع، أو ليست عمومًا، ملخص عرض، آراء مثلًا، حكاية رويال رامبل دي نجحت أوي. لإن أنا في الآخر أنا باعمل بس ما ينفعش أبقى ماشي لوحدي وأنتم في حتة وأنا في حتة يعني، في الآخر أنتم اللي بتتفرجوا.
اشوفكم في حلقة جديدة، وصلوا الفيديو 20 لايك، وقولوا لي لو عايزين الفيديوهات اللي هي من نوعية فضايح المصارعة زي مثلًا بتاع بيج الأخير ده، سيبوا لي comment. مع السلامة.